الحكم بالإعدام على الآنسة أم كلثوم. لسه من كام يوم نازل كتاب أم كلثوم والمجهود الحربي اللي بيوثق مجهودات أم كلثوم اللي عملتها بأغانيها وتبرعاتها مع الجيش المصري وقت الهزيمة. بس أم كلثوم وطنية من قبل كده، يعني من بعد سنة 48 كانت بتروح تعمل حفلات في فلسطين تغني فيها، وحفلات تانية للترفيه عن الجنود، مش بس للفلسطينيين، ده كمان للقوات العربية اللي بتشارك في حرب فلسطين. وكانت جملة تؤخذ الدنيا غلابة بتنرفز الشعب الصهيوني والحكومة الإسرائيلية في الوقت ده. المهم الغضب ده تحول لمحاكمة عاجلة، مش بس لأم كلثوم، لأ دول دخلوا معاها سليمة باشا وسهام رفقي. ونشرت صحيفة البلاغ المصرية إن راديو إسرائيل أصدر حكم بالإعدام على الفنانة والمطربة المصرية كوكب الشرق أم كلثوم، وده بتهمة تحريضها للشعوب العربية ضد الكيان الصهيوني ودولة إسرائيل، حيث قامت الإذاعة الإسرائيلية ببث الحكم بإعدام المطربة أم كلثوم ومطربتين تانيين، وهم المطربة سليمة باشا والسيدة سهام رفقي في نفس الوقت. وجه في النص اللي بيتذاع: يقضى الحكم بإعدام المطربات العربيات الثلاث بتهمة إثارة الجماهير الشعبية في البلاد العربية ضد الصهيونية، والاتهام اللي وجهته السلطات الصهيونية ضد المطربة أم كلثوم إنها بتغني أغنية لفلسطين وتثير الشعب المصري ضد الصهيونية وبتستفزه للجهاد، وبتردد على مسامعه أغنية ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. ويتهم الصهاينة المطربة العراقية سليمة باشا بإنها ألد أعداء الصهيونية في بغداد، وإنها بتحرض الشعب العراقي ضد الصهاينة المسالمين. أما التهمة الموجهة لسهام رفقي إنها بتقوم بالترفيه عن جنود العرب في الجبهة الشمالية وبتغني ليهم مرحى مرحى بالملايين قتل وجرحى لفلسطين. والصهاينة قبل كده أصدروا أكتر من 30 حكم بالإعدام ضد شخصيات عربية كبيرة، منها الشيخ سماحة مفتي فلسطين وعزام باشا وجميع أعضاء الهيئة العربية العليا بتهمة تحريض الشعوب العربية على محاربة الصهيونية.